المخلوقات اللي رب العالمين يخلقها على قسمين. مرة الله تعالى يخلق المخلوقات من دون مقدمات، من دون آلة، من دون مادة ومدة، هاي كن فيكون. ومرة لا، الله تعالى يخلق الأشياء بتوسط المادة والمدة. خل أضرب لك مثال. هذا الإنسان يا إخوان، هذا الإنسان بيه بعدين، بعد كن فيكون وبعد مادي. من نجي إلى هذا الجسم، هذا اللحم والدم، هاي المادة، ماذا يقول القرآن الكريم عن هذا الإنسان في بعده المادي؟ يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحمة. هذا الخلق التدريجي، أولا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم لحم. هذا يا خلق، هذا الخلق التدريجي، الخلق المادي. البعد الثاني وين؟ ورا ما أكمل كل مراحل الخلق هذه، إجا الخلق الدفعي، خلق كن فيكون. ايش قال القرآن؟ ثم أنشأناه خلقا. هذا يا أول خلق الآخر، الروح.